وبيبتدي فيلمنا من وقت سباق العجلات الحربية، وبيظهر عالم الآثار المشهور سيلفستر كاربني من المقبرة ذات نفسها اللي مامته كل شوية بتكلمه وبتقول له الاهتمام ما بيتلفش، وبيقول لها عندي ميعاد مهم بتفتكر انه موعد غرامي. كان واقف عند مقبرة الأميرة نفرتيتي والحراس فتحوا التابوت لقوه فارغ، وابتدى يلاحظ حاجة غريبة قوي على التابوت وقفلوا على حارس من غير ما ياخد باله، وابتدى يلاقي ان السر في الكتابة واكيد عالم المومياوات تحت الأرض. وابتدى الحارس التاني يفتح التابوت لقى صاحبه جواه، وابتدت حشرة تطلع وتنزل تحت الارض، وجات للعالم فكره جهنميه. وطبعا تحتمس اللي كسب السباق بيبتدي يوقع للناس على ورق البردي برشته في متحف البرديات. وابتدت واحده حلوه تيجي تقول له مش هتتجوز، قال لها لا الجواز ده مش بتاعي. ودخل سخم اخو تحتمس يقول له ازاي تتخلى عن سباق العجلات الحربيه، انت اسطوره. فراح تحتمس قال له خد انجازاتي واسبقني على البيت وانا رايح اجيب اكل. وراح تحتمس يشتري اكل، ولقى ست عجوزه راح عشان يعديها الطريق، وللاسف نسيت كيس اكلها وراح يجيبه لها بسرعه، وخبط في ست الكل الاميره نفرتيتي وهو ما يعرفهاش. وابتدت تقول له مش تفتح قبل ما تعدي الطريق. وطبعا كيس الاكل في ذمه الله، فتبرع بكيسه للست العجوزه. وابتدت الاميره تدخل قصرها اللي مش بيتغير وحاسه ان حياتها ممله. ووصلت الاميره قصرها وابتدت تغني، ومامتها قالت لها باباكي لو شافك هيزعقلك على اللي انت بتعمليه ده. وابتدت تقول لباباها، وباباها قال لها خلاص جه الوقت عشان تتجوزي فيه. وابتدت تقول لباباها انا يلزمني 100 سنه كده قبل ما اتجوز. فقال لها طائر الفينيق هو اللي هيحدد انت هتتجوزي مين، ملكه الحب نفسها هي اللي هتحدد. فقالت له ازاي طائر يتحكم في حياتي. وطبعا فرعون قال لها بكره تشيلي المسؤوليه وتعرفي اللي بقولك عليه. وابتدت ملكه الحب تحضر والمدينه كلها كمان، وواحد من الحراس بيحط ايد الملكه ويطلع طائر الفينيق علشان يدلها على زوجها المستقبلي. وكلهم كانوا منبهرين باللي حصل. وابتدى الطائر يلف على زوجها المستقبلي لحد ما سخم بيضرب سهم وللاسف جه فيه ونزل على بيتهم، وافتكر ان تحتمس هو زوجها المستقبلي. وابتدوا ياخدوه الحراس للملك علشان يقولوا له اللي بيحصل. وابتدى فرعون يقول له ملكه الحب اختارتك زوج لبنتي وفرحكم بعد 7 ايام. وطبعا اتصدم العريس من الكلام. راح تحتمس رد على الملك وقال له لا انا ما ينفعش. فالحارس قال له اللي بيخالف كلام الملك بيتقطع لسانه وكمان بناخد عينيه. فاتصدم مره تانية طبعا، وابتدى يقول لهم دي مرايه الحب عمياء انا كان نفسي اتجوزها من زمان. وابتدوا يدوا خاتم يحافظ عليه لحد يوم الفرح. وابتدوا يسيبوا العرسان يتعرفوا على بعضهم. وابتدت الاميره تناكف تحتمس، وابتدى تحتمس يقول لها في حد يمشي ورا حمامه ملسوعه بالنار. قالت له ما تتريقش ده طائر الفينيق. ولقاها بتستخف بالكلام اللي بيحصل. وفي مدينه المومياوات اول ما بيجي الليل بيبتدي الحراس يسحبوا ستاره الليل، وابتدى العريس يمشي، واما اخوه سخم والكلب بتاعه مستنيينه بره كانوا خايفين ان هم يعدموه. فتحتمس قال لهم لا انا هتجوز بنت فرعون نفسها. وابتدى الكلب واخوه يضحكوا عليه. وابتدى تحتمس يوري الخاتم لاخوه، قال له انا لازم اخبيه في مكان ما يعرفوش الدبان الاخضر. وابتدى يحطه في المخزن ويقفل الباب ويمشي. وابتدت الحشره الآلية تلعب في كل حاجه تحت الارض لحد ما وصلت لخاتم الاميره، وانبهر بيها العالم جدا. وابتدى يحط ديناميت عشان يفجر المكان ويلحق يطلع بكل الاثار اللي معاه. واما تحتمس شاف ده ولحق الموضوع، وابتدى اخوه سخم يقول له الاحياء هم اللي عملوا كده واكيد دمروا المكان. وابتدى يدور على الخاتم بتاعه وقال انا لازم اروح اخده بنفسي. واما سخم طبعا مسك فيه ومرضاش يسيبه هو والكلب بتاعه. لما طلعوا فوق الارض سخم لقى كشاف، وتحتمس قال له لا لازم نخلي بالنا ما نشوفش النور الابيض لان ده هيخلي الاحياء يشوفونا على حقيقتنا. وطلعوا لقيوا الاهرامات ولقيوا عربيات كبيره بس من غير احصنه. وطبعا شافوا عالم الاثار ومعاه الخاتم بتاع فرعون اللي امنوا عليه. وابتدى يقول لاخوه خليك هنا انت والكلب بتاعك وانا هروح اجيبه بسرعه. وطبعا سخم مش هيسيبه في حاله وسبقوا على العربيه. واول ما دخلوا لقوا الاميره نفرتيتي. وابتدى سخم ما يخبيش الموضوع وقال لها انا ضيعنا الخاتم وبندور عليه. ولما عرفوا انهم في البحر قالوا يستنوا لحد الصبح لان الصبح ليه عينين. واول ما وصلوا المينا وصلوا مكانهم ابتدوا ينزلوا يدوروا على الخاتم بنفسهم. وعالم الاثار طبعا امه بترن عليه وبتقول له تعالى بسرعه. وابتدى يركب عربيته ونزل الصندوق ومشي. ونزل العالم دخل الحفله وهم راحوا وراه. وابتدت الكاميرات تجيبهم، ولما شافوهم على حقيقتهم اتخضوا. وابتدت حتمس ونفرتيتي ياخدوا الكاميرات ويدخلوا فاكرينها اسلحه يضربوا بيها الناس. ولما شافهم السكرتاريه افتكرهم ممثلين وقال لهم يلا ادخلوا انتوا واقفين بره ليه. وابتدى يدخلهم المسرح جوه. وطبعا الاميره ابتدت تغني علشان تاخد الخاتم منهم في الحفله، واخدته فعلا. وابتدى عالم الاثار سيلفي ياخد باله ان هي موميا مش حقيقيه، والناس كلها كانت منبهره بيها. ولما جه الضوء عليها عرف العالم ان هي مش حقيقيه وانها موميا. وابتدت نفرتيتي هي وتحتمس ياخدوا الخاتم ويجروا فاكرين ان هو الحقيقي. وابتدوا يسالوا العربيه دي بكام حصان قبل ما يركبوها عشان يهربوا من عالم سيلفي. وصاحب العربيه اللي بيوصلهم قال لهم انا اسمي اد. وابتدى يقول لها انا معجب بيكي. وهم نازلين بيقول لها على فكره انا عامل اغنيه ممكن تسجليها بصوتك. فابتدت تبص لتحتمس فقال لها لا ما عندناش وقت لازم نروح بالخاتم على مدينتنا. وابتدى اد يقول لها ابقى كلميني على الفيسبوك او الانستجرام. وابتدى تحتمس ياخدها بسرعه عشان يمشوا ويرجع لحياته هي وهو. وابتدى يبص
بيبصوا على الخاتم اللي معاهم لقيوه بلاستيك. وابتدت الاميره تكلم تحتمس وتقول له انا حلم حياتي اغني، وتحت الارض انا بدفن كل احلامي، ليه تحرمني منها يا تحتمس؟ وابتدى سخم يقول للاميره على فكره الطائر ما اختارش تحتمس ولا حاجه، انا كنت بضرب سهم وجي فيه فراح نزل على البيت فافتكروا ان الطائر اختار تحتمس. ولما لقيوا المطره بتمطر عليهم ما لقوش حل غير ان هم يوصلوا البيت قاد عشان يناموا عنده، عشان يرجعوا يدوروا على الخاتم الحقيقي لان اللي معاهم بلاستيك. واول ما دخلوا بيت قاد سخم والكلب كانوا منبهرين بيه جدا وابتدوا يناموا، وتحتمس مش مستحمل صوت الاميره وهي نايمه لانها بتتشخر. وعالم الاثار بيقول للحراس اللي معاه ان الملكه جت تدور بنفسها على الخاتم بتاعها. واول ما صحيوا قد بيقدم لهم كرواسون بيفتكروه حاجه تانية، وابتدى يديهم كارت عشان يشتروا بيه الملابس فاكرهم ان هم كانوا بيمثلوا باللبس ده. واول ما طلعوا من البيت وتحتمس بيعدي الطريق كانت هتخبطوا عربيه، ما يعرفش ان هنا في اشارات مرور، ودخل المول واشتروا حاجات كتير. ولما رجعوا البيت قد صاحب البيت طلب من الاميره تسجل الاغنيه على الكمبيوتر، دخلت تغني وطلعت كمان على السطح تكمل باقي التسجيل. وابتدت الناس تنبهر بيها جدا في الشوارع، وبقت صورتها تطلع في الصحافه وحققت يجي 10 مليون مشاهده. وهنا وقتها شافها عالم الاثار اللي كان بيدور عليها ومش لاقيها، وطبعا قعدت في البلكونه تشم هوا شويه وسابها تحتمس ودخل جوه. وابتدى العالم يطلق عليها اسهم تخدرها واخدها وجري بعربيته. ولما حس بيها تحتمس واخوه جري ورا العربيه ولكن ما بيلحقهاش، وساب سخم اخوه وراح للمتحف علشان يلحق ينقذها. وصحيت نفرتيتي لقت نفسها مربوطه بسلاسل، ولقت العالم بيقول لها بكره هتكوني في اعظم متحف في العالم، وكان ختمك اعظم حاجه ولكن انت دلوقتي اعظم اكتشاف ليا. وابتدى يسلط عليها الضوء الابيض، وراح تحتمس المتحف عشان ينقذها ولكنه ما يعرفش ايه كاميرات ولقى كل جوائزه موجوده. وسمع صوت نفرتيتي راح ينقذها ولكن العالم قفش وكهربه. وسخم اخوه يسكت لا ياخد قد عشان يروح ينقذه. وابتدى سخم يدخل المتحف ورش اسود على الكاميرات، واستخدم الكلب بتاعه باسنانه العظميه في انه يفتح فتحه في الازاز، وابتدى يرش على كل الكاميرات. واما حراس المتحف راحوا يملوا التانك، ودخل سخم عشان ينقذ اخوه وطبعا لقاهم بيحبوا بعض. وطبعا العالم بيسمع صوت الازاز وبياخد الحراس عشان يروح يطمن عليهم، وبيحاول سخم يخرجهم ولكنهم دايخين. واما العالم والحراس راحوا عشان يضربوه ولكنها جت في ايدهم، وابتدى الحراس يجري وراهم لحد ما طلعوا بره. واول ما لقيوا اتوبيس ابتدوا ياخدوه بسرعه الصاروخ. وطبعا اللي بيسوق الاتوبيس وقتها مش تحتمس لا اخوه سخم، لان تحتمس جات له رهبه من السباق. وطبعا العالم والحراس بيجروا وراهم، وكان لازم وقتها يروحوا لعالمهم بسرعه، وهي اول مرحله ان هم يوصلوا عند الاهرامات وقابلوهول. وابتدى اد يقول لهم على الطريقه المناسبه بانهم ياخدوا طياره وهتوصلهم في 5 ساعات بس. واما تحتمس قال للاميره دلوقتي اختيارك، يا اما تكملي حياتك معانا يا اما تقعدي هنا مع البشر. وابتدت تختار حياتها معاهم ويدخلوا مخزن الشنط في الطياره. وابتدت تحتمس وقتها يقول للاميره انا ما بقتش شجاع، انا بخاف من السرعه دلوقتي. وابتدت تقول له لا انت بقيت شجاع من اول ما انقذتني. وطبعا العالم سيلفي والحراس وراه بالطياره. واما تحتمس والاميره نفرتيتي وصلوا لمكانهم ولعالمهم. وابتدت الاميره تودع تحتمس عند الباب وتدخل لباباها فرعون وابتدى يحضنها. واما العالم دخل بالبندوزر بتاعه لمكان المومياوات هو وجنود. وابتدى حراس فرعون يقولوا له ان حد من وحوش العالم ابتدى يدخل، وابتدى يقول لهم ما تقلقوش سيبوه. وابتدى يواجهه لحد ما العالم سيلفي اخد فرعون نفسه وطلعت له الاميره عشان تحاربه. اما سخم راح لاخوه قال له الحق الاميره بتواجه وحوش الاحياء، قال له انا ماليش دعوه. فقال له سخم خليك شجاع حقيقي. وابتدى العالم يخرب في القصر وجري بفرعون، والاميره طبعا وراه. واما تحتمس اخد عربيته وابتدى يجري ورا العالم سيلفي، وطبعا سخم وراهم مش سايبهم. واما العالم سيلفي ابتدى يزن على تحتمس ومركبته وابتدى كمان يكسرها له. اما تحتمس اخد الزمام من الاميره وابتدى يثبت عربيته في عربيه العالم سيلفي ودخله وحاول يقتله. وطبعا وقتها العالم سيلفي فلت فرعون وابتدى ياخد تحتمس بدلهم كلهم، وابتدى يقع ونزل مع العالم باركولي. وافتكرت ان الاميره انهم ماتوا ولكنه طلع عايش ومعاه الخاتم. وابتدى تحتمس يطلب ايدين نفرتيتي للجواز، وطبعا عملوا حفله زواجهم وحبوا بعض. وطبعا نفرتيتي كانت مغنيه الحفله، ووقتها بس حققت حلمها في القصر بتاعها.